السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالمتتبعين والمتتبعات قناة مطبخ إدميري. كنتمنى تكونوا في أحسن حال وما ناقصكم حتى شي خير. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معاكم لي كاب كيك اللي كيجيو رائعين ولذاذين بزاف. يمكن لكم توجدوهم لوليداتكم الكوتي. بلا ما نطول عليكم خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. عندي هنايا 2 بيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، وعندي هنايا كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب حتى هو يكون بدرجة حرارة المطبخ، وعندي هنايا كاس ديال سكر سنيدة، وعندي هنايا قبيصة ديال الملح، وعندي سكر فاني، وعندي هنايا 2 خمارات، وهنايا عندي قشور ديال الحامض. حكيت قشور ديال الحامضه وحده وهي اللي عصرتها هنايا، وعندي هنايا معلقه كبيره ديال الخل، وعندي هنايا 3 الكيسان ديال الدقيق خاص بالحلويات، وهنايا غادي نضيف 2 ديال البيضات، وغادي نضيف هاد قبيصه ديال الملح، وغادي نضيف سكر فاني، وغادي نضيف سكر سنيده، وغادي نخلطهم مزيان. وغادي نضيف كاس ديال الزيت، وغادي نخلط مزيان، وغادي نضيف الحليب، وغادي نضيف هاد القشور ديال الحامضه، وغادي نضيف هاد العصير ديالها، وغادي نخلط مزيان. وغادي نضيف الدقيق، غادي نضيفو تدريجيا. انا راه ديجا شعلت الفران على 180 درجه من التحت ومن الفوق. هاد لي كاب كيك كيجيو رائعين ولذاذين بزاف. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. وغادي نضيف هاد 2 خمارات، انا غادي نستمر بنفس الطريقه ونرجع لكم. وهذا هو الخليط ديال لي كاب كيك كما كتلاحظوا كيجي بحال هذا الشكل هكا. انا راه كفاتني ديك 3 الكيسان ديال الدقيق، وكما العاده كتبقى على حساب النوعيه ديال الدقيق اللي متوفر عندكم. انا غادي نضيف الخل وغادي نخلط بحال هذا الشكل هكا. هذا هو الخليط. هاد لي كاب كيك كيجيو رائعين
ولادين بزاف، يمكن لكم توجدوهم الكوتي ليكم ولوليداتكم بحال هاد الشكل هكا. انا غادي نستمر بنفس الطريقه ونرجع لكم. وهنايا من بعد ما كملتهم غادي ندير ليهم طريف ديال الشكلاط. نتوما ديروا اي نوعيه ديال الشكلاط اللي متوفره عندكم بحال هاد الشكل هكا. وغادي ندخلهم الفران ونتلاقاو معكم في الشكل النهائي ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي كاب كيك، كيجيو رائعين ولذاذين بزاف. ها هما يمكن ليكم توجدوهم الكوتي ليكم ولوليداتكم. ها هما كيجيو رائعين ولذاذين بزاف، كيجيو رطب وهشاشين بزاف. ها هما شو كيجيو رائعين. وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش بالاشتراك والضغط على الجرس باش يبقى يوصل لكم كل جديد. شكرا لكم بزاف، ومع وصفة جديدة وفيديو جديد ان شاء الله.